ثواني معلش انا اسف. سيب الجهاز خلاص. شفت قرب مني. اول حاجه الزاويه اللي هو كان بيلعب عليها طبعا كانت زاويه مفتوحه زياده عن اللازم. طبعا كل عضله بنشتغل عليها طبعا بيبقى لها حدود في الحركه، ولو احنا ما عملناش الحدود بتاعتها بالتالي هيحصل مشكله، او ان في عضلات تانية هتشارك في الحركه، بالتالي هنقلل الجهد عن العضله اللي احنا عايزين نستخدمها، وعضلات كتير هتبقى مشاركه في الحركه عشان تلبي الحركه، عشان تقدر تخلي الحركه تتم. احنا الجهاز ده بنشتغل عليه ازاي؟ اول حاجه الديسك اللي معمول دوت تمام، معمول بالاطوال، يعني واحد 160 واحد 170 واحد مترين، كل واحد له طول معين بنبتدي نظبط الديسك بتاعنا عليه، بالتالي هنبتدي نشتغل عليه. طيب تقريبا بتبقى الزاويه 90 تقريبا، تبقى الزاويه 90 درجه او اعلى درجه، يعني هكذا كده انا قاعد تمام. باجي بعد كده علشان اشتغل على جهاز التفتيح لازم تبقى الزاويه من هنا، دي اقصى حاجه عندي للفرد للعضله، عشان افرد العضله بتاعتي ده اقصى حاجه ليه وابدا اشتغل عمليه الضم والفتح. العمليه دي اسمها هوريزونتال ادكشن. ده الستارت تمام، وابدا اقفل، مش بقفل للاخر وانزل. ظهري ما بيتقوصش، ما بيتحركش معايا ولا بيتني ولا بيتفرد، ثابت. بدي مجال الحركه كله للعضله اللي انا عايز اشتغل عليها اللي هي الصدر، قفلت بيها وفتحت بيها، بركز على العظمه اللي هنا هي اللي بتضم وتفتح، كأن الريست بتاعي مش موجود. ايه تاني ممكن نقوله؟ اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اعمل لايك وشير عشان تفيد غيرك. تحياتي. اقفل يا ابني.